عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصدقائنا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم جميل مراد، وفيديو جديد هشرح لك فيه ازاي تفتح صناديق التيك توك في اللايفات. ناس كتير بعتت لي او كتبت لي كومنتات لان انا عامل ابلكيشن، عامل شرح الابلكيشن اسمه اوتو كليكر او الضغط التلقائي او التكبيس. فناس كتير كتبت في الكومنتات اشغله ازاي او استخدمه ازاي في فتح صناديق التيك توك. طبعا في هدايا بتبقى في التيك توك وكده، بتبقى في اللايفات، فعشان تفتح صندوق محتاج انك تضغط سريعا عشان تستفيد بالصندوق انت في اللايف. فالتطبيق اللي انا هشرحه دلوقتي هقول لك عليه، انا عامل فيديو ليه قبل كده عندي في القناة، بس دلوقتي هقول لك ازاي تستخدمه في اللايفات. هنفتح دلوقتي لايف على التيك توك كده واحط لك التطبيق واشغله لك عشان تقدر تستفيد بيه او تنفذ نفس الخطوات دي. هتستخدمه في لايف او في فتح صناديق التيك توك. التطبيق اللي انا هقوله دلوقتي مفيش احسن منه. انا عامل شروحات لتطبيقات كتير جدا، بس تطبيق اوتو كليكر او الضغط التلقائي هو افضل تطبيق للاندرويد، مش هتلاقي احسن منه في تطبيقات الضغط التلقائي او تطبيقات التكبيس او النقر التلقائي. هو تطبيق اسمه اوتو كليكر اهو، دي كل التطبيقات، بس انا بستخدم اوتو كليكر اللي هو اول تطبيق ده. تمام، هنفتحه عادي جدا. هنعمل اللي هو وضع هدف واحد. ممكن اديكم نبذه سريعه كده عن التطبيق. وضع هدف واحد ان انا هفتح نقره واحده، هظبط لها الاعدادات كده لو انا عايز اظبط اعدادات اهو زي ما انت شايف، وهستخدم نقره واحده زي كده. هديله بس الاذن اعاده تنشيط. فين اوتو كليكر اهو، هو ده، لا مش ده، في تطبيق تاني هو ده. نجرب، هنقفل ونفتح تاني ونضغط كده هيفتح معانا اهو. لو دوسنا هنا هتلاقيه بيفتح ويقفل. تمام، ده كده وضع هدف واحد. لو دوسنا تحت هنا هتلاقي وضع اهداف متعددة عشان اقدر استخدم اكتر من هدف كده اهو. تمام، زي ما انتم شايفين اقدر استخدم اكتر من هدف في التطبيق عن طريق الطريقة دي. يبقى احنا كده عندنا هدفين، وضع هدف واحد وفي وضع اهداف متعددة. احنا هنستخدم وضع هدف واحد، هنفتحه وهنظبط الاعدادات بتاعته من هنا اهو. هنخليه ملي ثانية، نضغط كده ونجيب دي 100 او نفس الاعدادات اللي هتيجي اللي هي هتكون شغالة عليه. انت ما تظبطش في حاجة، لو انت هتستخدمه لصناديق التيك توك اشتغل على نفس الاعدادات اللي انت اول ما تحمل التطبيق تشغله معاك. بعد ما تحمله طبعا تكتب في متجر بلاي او في البحث اوتو كليكر او تطبيق الضغط التلقائي، يظهر قدامك التطبيق ده. وهنيجي هنا بقى مثلا كده نضغط على اللايف ده لايف، بس انا مش عايز افتحه برضو عشان ايه، الجودة وعشان حقوق الطبع والنشر وكده. تمام، هنعمل ايه؟ هنحطه هنا عند الصندوق، هنحط ده عند الصندوق، بسيطة جدا. وهتضغط تشغيل، هتبص هتلاقيه، بص شايف تكبيس قد ايه؟ مفيش ثانية، مش هيفوت حاجة. بالظبط اهو، مش هيفوت ثانية. طب الصندوق بقى، مكان الصندوق اهو انا وقفت، بص اهو. لو عايز اعمل تكبيس نفس النظام، فاهم قصدي؟ في اي مكان هنا طبعا هو بيقول لي اهو، بص عشان بس انا مش فاتح داتا عشان خاطر ما يظهرش عندي. شايف انا عندي اللايفات قد ايه؟ بس يا سيدي، وابقى انا كده استخدمت التطبيق وفتحت الصناديق وعملت ضغط تلقائي في ثانية. هسيبه بقى شغال، مشغلش بالي انا، واسيب التطبيق شغال. هيعمل معاك نقرات كتيرة جدا من غير ما تتخيل كده. عدد كبير جدا من النقرات. ممكن استخدم بقى التطبيق ده في اي حاجة تانية. انا بستخدمه مثلا في حاجات كتير عندي على الفيسبوك. بستخدمه ان انا ممكن اعمل مثلا دعوات كتير جدا. بستخدمه ان انا ممكن اقبل طلبات صداقة لحسابات عندي او ارفضها. نفس النظام بستخدمه في اكتر من حاجه. لو انت اول مره تشوف الابليكيشن، عامل شرح ليه عندي جوه القناه، خش شوفه لو انت عايز تستفيد بيه. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، اهم حاجه تعمل لايك للفيديو عشان غيرك يستفيد بالمعلومه. وبرضه ما تنساش يعني لو انت اول مره تتابعنا، اعمل لنا اشتراك كده في القناه، نورنا يا سيدي عندنا في القناه عشان يتابعك كل جديد وتشجعني ان نعمل فيديوهات تانية. يا رب الشرح يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، ما كنتش تقلت عليكم. هستناكم في فيديوهات تانية كتير، تتابعوني ان شاء الله بأمر الله. ما تنساش تعمل اشتراك واللايك وحط تعليق كده كويس منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.